لو انت طالب في كام حاجة انت بتعملهم والمفروض ما تعملهمش، معنى صح شوية غلطات انت بتغلطهم. الاخبار ونهارك ابيض، ويا رب دايما في احسن حال. تعال اقول لك على شوية حاجات انت بتعملهم غلط والمفروض ما تعملهمش، وخصوصا لو انت طالب ثانوية عامة او طالب عموما. رقم واحد وهي السهر. طبعا انت بتسهر لفترات طويلة، بس ده غلط. ليه بقى؟ لان السهر هيخليك تنام طول اليوم، هيخليك تنام وقت النهار. تاني حاجة هيخليك تنام بافراط، بس مش هنا المشكلة انك مش هتقدر تنام لفترة طويلة، يعني جسمك مش هياخد كفايته من النوم. كمان حاجة هيبقى عندك نقص في الطاقة وطول اليوم همدان. والحاجة الأخيرة بقى إن أنت تركيزك يقل جامد، بص تذكرك للحاجات بتبقى قليلة، بتقل أكتر من المعتاد، يكون عندك صعوبة في التركيز، ولازم تنام عسلية. رقم 2 التأجيل. عارف جملة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد؟ أهو أنت بتسمعها وما بتعملش بيها، صح؟ صح. أنا من هنا ورايح عايزك تعمل بيها، عايزك تعمل كل حاجة في يومها وفي وقتها بالظبط. يعني مثلا النهاردة عندك حصة، هتروح الحصة بتاعتك، ترجع تذاكر كل حاجة خدتها في الحصة، وبلاش تودي الحصة مثلا يوم تاني وتقعد النهاردة وما تعملش حاجة. ده بالنسبة للتأجيل، اوعى تأجل. التأجيل بقى بيودينا الرقم 3، وهي انك بتزنق نفسك. يبقى انت بلاش تزنق نفسك. بمعنى ايه؟ بمعنى انك تعمل كل حاجة في وقتها بالصح. يعني مثلا عندك امتحان الاسبوع اللي جاي، فانت قدامك اسبوع، فانت هتقسم المادة على الاسبوع ده، كل يوم هتذاكر شوية. لا، انت ما بتعملش كده وبتسيب المادة كلها لغاية اخر يوم، فبيطلع عينيك في الاخر وبتشيل. فيبقى بلاش، ويبقى اوعى تزنق نفسك وتذاكر كل حاجة في وقتها بالظبط. طيب انت بتأجل وبتزنق نفسك ليه؟ ده بسبب رقم 4، واللي هي العشوائية وعدم النظام. عارف وانا في سنك كده كنت دايما اسمع كلام من ناس كبار يقول لك نظم وقتك، ما تبقاش عشوائي، اعمل جدول وامشي عليه، والكلام ده كله. صراحة انا كنت بسمعهم من هنا واطلعهم من هنا زي ما انت هتعمل بالظبط، بس بعدين عرفت وفهمت وان هم كان عندهم حق. انما لو انت مش عارف تنظم وقتك ودايما عشوائي، فسيب لنا الطلعة دي في فيديو تاني. رقم 5، ورقم 5 هي اهمال وجبة الفطار. عايز اقول لك ان معظمنا بيعمل كده، بس ده غلط جدا جدا جدا. بس حرفيا الوجبة دي هي اهم وجبة في اليوم كله، لان الوجبة دي هي اللي بتخليك تكمل باقي اليوم كويس ومركز ومصحصح كده. اخر حاجة بقى وهي ان نفسك بيكون قصير، مع ان الرحلة بتاعتك لسه طويلة ونفسك بيكون قصير، فانت بتتعب وبتستسلم ومش بتكمل اصلا. انا هنا هرد عليك بجملة واحدة، وهي work hard play harder. من الاخر يعني اشتغل على نفسك، اشتغل على نفسك جامد جدا. اصل انت مش ميسي ومش هتعرف تكون ميسي، فيبقى من الاحسن كده انك تكون كريستيانو. بقى انزل اعمل لايك، سبسكرايب، ولو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات، ولو عايزني اتكلم لك على اي فيديو تاني يخص المذاكرة والتركيز والكلام ده برضو اكتبولي في الكومنتات، وممكن تعمل لي فولو على الانستجرام. بس كده، سلام.